السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير إلى كل محبيني في مبادرة مشتل البستان. النهاردة الحلقة بتاعتنا في القاهرة وبالتحديد في مدينة 6 أكتوبر النهاردة. تمام. قبل ما نبدأ حلقتنا يا جماعة أحب إنك أنتم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والتعليقات والشير ومتابعتي في القناة. تمام. النهاردة نحب نتعرف على حضرتك كده. عبيد أحمد محمد. احنا فين يا عم عبيد بالتحديد؟ احنا في مدينة 6 أكتوبر الحي السادس. طيب تمام. شجر الفاكهة اللي جاي لك قديم ولا جديد؟ لا، شجر قديم. مطعم ولا بذرة؟ لا، مطعم. طب تمام، نحب بقى نتفرج كده على الشجر اللي جاي لك واحدة واحدة. خليك معايا بقى واحدة واحدة. اتفضل كده. دي شجرة ايه؟ دي شجرة التين الأسباني. التين الأسباني. كل ما باجي اصور يا جماعة مع أي عميل عامة أو أي زبون مثلا يطلب مني الشجر، لازما باكد ان هو لازم يكون قديم زي ما انتم شايفين كده. حضراتكم برضو عم عبيد واقف معايا اهو. زي ما انتم شايفين كده لازم الشجره تكون قديمه. تمام. ده التين الاسباني. ده التين ايه؟ تمام. نيجي بقى هنا يا جماعه شجره العش، شجره ام الفواكه. شجرة أم الفواكه اللي الواحد بيحبها اكتر انواع الشجر، الواحد بيعزها والله زي ما حضراتكم شايفينها كده. تمام. جاي لك قديمه ولا جديده يا عم عبيد؟ لا، قديمة. كل الشجر اللي جاي عندنا هنا قديم. طب جاي لك حاجه في اكياس ولا في صفيحه؟ لا، كله في صفايح. ايه رايك في الشجر اللي جالك، في الزرع عامه اللي جاي؟ لا، بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يبارك لك يا رب. والشجر بسم الله ما شاء الله يعني طرحه وإن شاء الله يبقى مثمر كتير بإذن الله. تمام. نيجي نروح لشجره المانجا كده يا عم عبيد. سيبها قدنا ثابته زي ما حضراتكم شايفين كده. شجره المانجا يا جماعه زي ما انتم حضراتكم شايفينها كده، شجره المانجا اهي. تمام. زي ما عم عبيد طلب. جاي لك قديمه ولا جديده برضه يا عم؟ كله قديم، كله قديم. تشيلها، انا عايزك تشيلها قدام الساده اللي بيتابعونا على قناتي. قديم بس شجر بسم الله ما شاء الله يعني. نيجي لشجره الليمون. الطعمه بتاعتها يا جماعه برضك عشان يعني لازم الطعمه بتاعتها زي ما انتم حضراتكم شايفينها كده. دي الطعمه بتاعتها. اهم حاجه في عود الفاكهه يا جماعه تتاكدوا ان هو لازم يكون متطعم. اهم حاجه في عود الفاكهه تتاكدوا ان لازم يكون متطعم. نيجي لاخر حاجه وهي شجره العنب البناتي. برضك شجره العنب البناتي زي ما حضراتكم شايفينها في صفيحه وقديمه برضك بنفس المواصفات اللي انا بشيلها برضك زي ما حضراتكم شايفينها كده. دي شجره العنب البناتي. تمام. زي ما حضراتكم شايفينها كده. اما عبيد تحب تقول ايه للناس اللي بيتابعوني؟ والله يعني الاستاذ محمد عبد المنعم عبد السلام زراعته كلها جميله وكلها اصيله وكلها طبيعيه، وكل شغله قديم. مفيش حاجه من جديد خالص يعني. طيب. ربنا يا رب يكرمه ان شاء الله. الله يخليك يا عم عبد. طب بالنسبه للرقم هل جبته من مبادره مشتل البستان؟ ايوه، انا جبت الرقم من مشتل البستان من على القناه واتصلت بحضرتك ولبتني في تاني يوم على طول يعني، ما تاخرتش عليا. طب انت شايف ان في الزرع انا مقصر معاك من ناحيه زرع جاي لك جيد ولا جاي لك مريض ولا جاي لك لا، الزرع جاي ممتاز بصراحه وجميل جدا يعني. طيب بالنسبه لاسعارنا بأمانة الله؟ الاسعار بأمانة الله معقوله جدا 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 بالنسبه للزرع اللي حضراتكم شايفينه دوت يعني. احب اشكر حضرتك. ربنا يبارك لك يا رب. اشكر الساده اللي بيتابعوني. احب اشكر حضرتك واشكر الساده اللي بيتابعوني على قناتي في مبادره مشتل البستان. وكنت تحب تضيف حاجه للناس عشان كده كده هتنزل ان شاء الله النهارده، تحب تفضل؟ والله انا بقول يعني للي هو غاوي ان شاء الله الزراعه على الاسطح، افضل ان هو يتعامل مع باشمهندس محمد عبد المنعم، لانه فعلا يعني انسان بيهتم بالزراعه بتاعته احسن اهتمام، وما بيجيب احسن انواع الاشجار، الفاكهه والزهور وكل انواع الاشجار اللي انتم محتاجينها يعني. فيا ريت للي غاوي حاجه زي كده يتصل بيه وهو هيقوم معاه بالواجب وهيكرمه ان شاء الله. احب اشكر حضرتك مره ثانيه. ربنا يكرمك حبيبي. واشكر الساده اللي بيتابعوني على قناتي. وزي ما حضراتكم شفتوا كده يا جماعه لازم الشجر الفاكهه بالذات وبالاخص يكون قديم.
واحب اشكر حضراتكم واشكر الساده اللي بيتابعوني على قناتي في مبادره مشتل البستان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام.